بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل وكسة كبيرة خالص. احنا كيك. بصوا، احنا اولا انا ما يعني ملناش بخت في الحلويات. كل ما نيجي نعمل حلويات الحمد لله تتحرق تبوظ. انا انا هي المهم النهارده انا طلعت عندها، احنا في شقتها اهوت اهلا وكلمت. وسهلا بيكم في شقتي. اهلا وسهلا بكم في شقتها. والنهارده هنعمل الكيكه برعايه الدكتوره هدير. اللي ما يعرفش هدير اختي وسلفتي. للاسف المهم خليكم معانا عشان نشوف طريقه الشيف هدير في الكيكه. انا النهارده هصور بس، وهي على فكره ساعديني بتاع اللي وراك ده اكنك حاطه برنيطه اهو. لا يا جماعه دي رسمه على الحيط اهي بصي اهي. ما انا شيف بقى وراك شيف. فالمهم يا ولاد ما تنسوناش بقى في اللايك وتعليق حلو كده ننوبكم ثواب، عشان نشكر الخمسة ستة سبعة تمانية اللي بيتفرجوا علينا وبيعملوا لنا لايك وعايزه لايكات كتير عشان دي شقتي المره دي. عايزه شقتي يطلع فيها لايكات عشان اصور لكم تاني وتالت ورابع. ده لو الكيكه طلعت حلوه. طلعتش حلوه بقى فما عدتش هبان اصلا في القناه الحمد لله. فتابعونا يا جماعه عشان نوريكم الكيكه ووريكم خيبتنا في الكيكه. لا هتبقى حلوه ان شاء الله. اللي فعلا انها ما بتغرقش زي ما هي قالت. فتابعونا وما تنسوناش في اللايك زي ما هي قالت كده. يلا هنبتدي بقى ان احنا ايه نحضر الحاجه. هنبتدي معاكم من اول خالص، من اول ما بنيجي نحضر الحاجه لحد ما الكيكه تبوظ وبنرميها. لا لو بقت حلوه هنتراهن يا جماعه. لو طلعت حلوه هي لها عقاب، لو طلعت وحشه انا ليا عقاب. تمام ما علينا. المهم يلا خليكم معانا، ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي ويلا تابعونا. يا جماعه احنا مش هنعمل كيلو، انا هعمل كيلو ومزاد هتعمل كيلو. على صوت. فاحنا حاطين كل المكونات بتاعه الكيلو بتاعي والكيلو بتاعها. يعني ده المكونات دي كلها مش لكيلو واحد، احنا هنعمل 2 كيلو. فانا حاطه لكم المكونات كلها بتاع ال2 كيلو. معانا كيسين بودر وكيسين فروتي وكيسين فانيليا وكيس سكر وكاكاو وازازه زيت، كيلو دقيق، بشر برتقال، وطبعا البيض زي ما كلنا عارفين. في لبن، حابه تضيفي لبن حبه، مش حابه تضيفي لبن فما تحطيش. ده بيبقى اختياري، بس هو بيبقى بيخلي الكيكه لينه وطريه كده يعني عشان ما تبقاش ناشفه. فاحنا هنعملها بقى مع بعض. هعجن لكم كله كيلو لوحده برضك عشان نشوف بتاعتي ولا بتاعت ام زياد، وبعدين نرجع تاني مع بعض بعد ما نعجنها هوريها لكم. دلوقتي هندخل الكيلو الدقيق اهو. حطي الكيلو الدقيق ندخله. اهم حاجه ان انت تظبطي الكيكه عشان انت اللي هتعمليه. ان شاء الله تبقى حلوه. شيف حلواني يا ولاد. تبقى جميله ان شاء الله عشان بس انا اللي بعملها. بس ما تتغرش في نفسك والنبي. اهم حاجه بس اللايكات، عشان لو عملتوا لايكات هظهر معاك على طول. وفي شقتي ما تعملوش يا جماعه. وفي شقتي عادة ممكن اروح واخد لهم جوله في شقتك يعني. اهم حاجه في شقتي بقى يا جماعه. دخلت اهوت الكيلو الدقيق. هجيب لما بتنخلوه يا جماعه ده اسمه ايه؟ بيكنج باودر اهو. باودر. لما بتدخلوه يا جماعه بتشيلوا اي تكتلات فيه ولا حاجه لا وبيدخل له هوا كمان وبيخلي الكيكه تبقى هش. يا هش انت يا هش. يا هش اهي. معاكم من مطبخ هدير. هتشوفوا نسيت اقول لكم حاجه برضو. انا هحط رشه ملح صغننه وهحط رشه خل. معلقه خل صغيره، مش رشه بقى، معلقه خل صغيره. هو الخل بيترش؟ لا ما تظبطي نفسك كده. هحط حبه ملح اهو، حبه اهو. شيف براك اهو، بقلبهم اهو. وخلي ايدك دايما طالما قلبتي كده تفضلي دايما تقلبي كده، عشان انت لو قلبتي العكس مش هتطلع هشه معاكي. احنا عايزين نعملها كده عشان تدخلي الهواء. ده عشان انت بتعملي زبده بقى. زبده زبده انت بتعرفي تعمليها بقى، ما بعرفش. هجيب بقى في الطبق ده هحط فيه الزيت.
انا مالي، انا مش هتكلم. هي النهارده مين يوم النهارده الفيديو برعاية هدير يا جماعه، هي اللي عامله الكيكه من اولها لاخرها، انا ماليش دعوه بيها. اهو كل ده زيت منك لله، خلصتي لي الازاز. مش مشكله، ده بتاع تموين يعني. منك هو حد لاقي دلوقتي يسكت عشان نفضي بقى الكيس السكر الكيس بحاله برضه على كيلو. استرها يا رب. عايزه اسيب لك حبه تشربي بهم الشاي مع كيكه، سيبني ينوبك سواه يعني، مش كيلو بحاله بيبقى كتير على فكره. سبت لك حبه اهو. ثواني بقى نغسل ايدينا الاول، وهنفضل بقى نقلب كده كده لغايه ما السكر هيدوب معانا اهو. كل ما تقلبي اكتر تكسبي اكتر، كل ما تقلبي اكتر تطلع حلوه اكتر. يا فرحتي، انا اول مره قلبي أكتر. وانت ما عملتهاش في الخلاط ليه؟ اسهل يعني. عادي، انا هعمل البيض والحاجات التانية في الخلاط اهو اهو. سلامتك بقى، انت ايدك سليمه. انا ما اعرفش انا اعمل بايدي كده، ده كفايه لما اجي اعمل زبده ولا حاجه تانية ايدي بتتشل. اعملي يا حبيبتي بالمضرب. سبتلك صدقي ما تعملي تليفوني بالمضرب. جه على دقيق نفضيهولي. ما تصوريش الجراب الجديد. جوزها جايب لها جراب هديه عيد الاخت. هدية عيد الام. صور لهم فنجان على فكره. هتفضل يا جماعه تقلب تقلب تقلب. هنقلب ونرجع لكم تاني. خليكم معانا لحد ما تخلص تقليب منها لله. فضلت تقلب 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 لحد ما السكر يعتبر داب او ناعم اهوت زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا هتحط المكونات التانية وتقلب فيه. هتحط بقى يا جماعه البيض في الخلاط، هتحط الحاجات السايله التانية كلها. هي كانت في طريقه تانية ان احنا بنضرب كله السكر بكله في الخلاط، بس هي بقى عامله لي فهم والعرف النهارده وبتعمل بطريقه تاسعه. الغرض من الفيديو ان مش احنا نعلمكم احنا بتعملوا كيكه ازاي، اكيد في ناس كتير بتعمل كيكه حلوه. الغرض ان احنا بنوريكم لما تكون اختين متجوزين في بيت واحد بيقطعوا شعور بعض وسلايف بيعملوا ايه. بيقطعوا شعور بعض. بيطلعوا بقى دي تطلع عند دي والتانية تنزل عند التانية الفانيليا كده يعني. متنسوش الفانيليا. الفانيليا اسمها فانيليا يا حلو صباح. وهحط برضه كوبايه لبن. يا حلو مش انت قلت مش هتحط لبن؟ لا انا قلت لهم اختياري، احنا عندنا لبن يبقى لازم نحط. الحمد لله يا رب الخير على طول عندنا. يا صلاة النبي وقعته على الارض. اللبن اتكب يا جماعه. خير خير. يا لهوي امسحي اللبن. هتحط كمان الفروتي. المفروض اساسا احنا في وقت برتقال نعمل عصير برتقال. ايه غرضك من الفروتي بقى؟ احنا لسه هنعمل بقى عصاير. حط شويه ميه عشان بس ايه الفروتي ما يبقاش ممرر. حط البشر البرتقال اللي انا عايزاه. هو فين؟ ورا اهو. بشر برتقال. حاطه لنفسها بشر برتقال وانا ما حطيتش. انا مالي، انت مش عايزه انا عايزه. هنضرب. هو مفيش خلاص اصلا بايظ. عايزه خلاط. عليكم وعلى امك بقى شريط الخلاط. على فكره انا متجوزه بخلاطين، واحد بايظ والتاني بايظ. يلا عشان هيفرقع في وشنا دلوقتي. هنفضي هنا اهو. هتفضي بقى يا جماعه الخليط اللي هي ضربته ده على الخليط اللي هي ما كله اهو. ضربته التاني. انزل كل اللي في الخلاط اهو. ما تجيب عصايه سيليكون. ما عنديش. وهنروح بقى مفضيين. ثواني بس اشمر ايدي. ما حطيتش البيكنج باودر. حطيته يا حبيبتي في الدقيق وانا بنخل. يا سلام. سلام. هنحطه اهي. في نقطه الخل اللي انت قلت عليه. نسيت نقطه الخل. هحط دلوقتي. حطي بالتدريج بقى عشان ما تكعش. هات ما احطلك عادي عادي زي اختك برضه. بالراحه استني. عارفه يا هدري الكيكه دي لو طلعت بايظه حماكي هيموتنا من الدار. مين؟ ما بنعرفش نعمل فيديوهات في البيت ده خالص، ولا فوق ولا تحت. خلصت يا ولاد اهي، بس انا حاسه ان هي تقيله.
هي بتقول لي كده قوامها حلو وانا حاسه ان هي تقيله، فانا عايزه ازود شويه فروتي بتاعتي بقى انت ليكي فيه. حطي يا اختي، بس ما ترجعيش تقولي بقى فيها حاجه. ماشي، لا ما هي برضو اشرافك. مال المضرب؟ هي امك كانت مجوزاك بالمضرب عشان تعملي؟ عيناه. ماشي. ما هقعد اطلع كل حاجتي بوصل. المفروض ان احنا نروح دلوقتي نولع الفرن. هي بتبتدي بالكيكه بتاعتي يعني ايه، يا صابت يا خابت بقى، طبعا هيبقى تجربه في لا كل والله حاجه. جميل جميل اهي، بصوا مكون. اه يا فرحتي، هتبقى تجربه في كل حاجه، تجربه في العجين وتجربه في الخبيز وكل حاجه يعني، فربنا يسترها بقى. حطي يلا حبه. اهو ما انت بتقولي جميله. على فكره انت خدتي كيس الفروت بتاعي. مش خدنا انا عايزه اغيبها. ربنا يسهل. ببركه اسماء الله. سموا باسماء الله في اي حاجه حتى لو هتطلع كده، بس اهم حاجه تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا ولا يا ولا. شفتي يا بنتي؟ شفتي فاكره العجين اللي كانوا بيقعدوا يعملوا بكده؟ اه هو ده بقى. خلاص يا هدير كل تعالي يا ده. جماعه، لا بقى خلاص اهي. يلا بقى هات الصينيه. لا انا عايزه اعملها تايجر على فكره. تايجر ايه؟ تايجر وسيطه. هات الصينيه بقى، اغسل ايدي يا جماعه وايه. هتغسل ايديها يا جماعه وترجع لكم تاني عشان نعمل تايجر. انا اللي هعملها بقى. انا يا جماعه بعد ما هي عجنتها وعملت الحاجه اللي هي عايزه تعمليها فيها، انا عايزه اعملها تايجر بقى. فهنقل شويه هنا، تمام، بس كفايه كده. وتنقل شويه هنا، واقوم حاطه، لا خلي التايجر هي اقل، واقوم حاطه ما نشوف التايجر ده. بس الدنيا بتزروط بسرعه. ثانيه يا ولاد. كاكاو عشان اخليها بني. حط، قلب 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 قلبي يا بنتي باي اتجاه يعجبك، سيبك منه. لا لا والله خليكي في اتجاه واحد. لا ولابسه العبايه بيضه، واخدين بالكم؟ ده جديد يا بنت، عبايه جديده. اليوتيوب جاب لها شويه عبيان. يا حسره عليا، هو في حد راضي يعمل لي لايك اصلا عشان اليوتيوب؟ اعملوا لها يا جماعه لايكات، يمكن حد ابن حلال يجيب لها عبايتين. ماشي. نبكوا ولا تليفون والنبي، عشان ده التليفون بتاعها الشاشه بتاعه متدغدغه وما اعرفش بيصور بيه ازاي اصلا. الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. الحمد لله. لسه قايله لهم اما الاقي الفانوس السحر بتاع اسماعيل ياسين ده هجيب بيه حاجات كتير. كفايه كاكاو يا حبيبتي. لسه قايله لهم والله يا ولاد. هتجيبي بيه حاجات كتير، وتجيبي لي ايه؟ انتي؟ كان اول حاجه هعملها ان انا اجيب البيت وامشي من وشكم من هنا، والله العظيم من وشني، من وش البلد كلها. ومين اللي يعمل معاكي الكيكه؟ مين اللي يعمل لك الكيكه الجميله اللي انا بعملها ديت؟ انت مفكره ان انا لما الاقي فلوس سحر هقف في المطبخ واقعد اعمل؟ ولا تجيبي خدامه؟ لا اجيبها جاهزه. طب خديني خدامه اعملها لك يا ستي. لا يا ستي ما يرضينيش برضه، مش هينفع. ما علينا يا ولاد. ده فضلت تقلب. انا ما غبتش في عجين الكيكه كده على فكره، انا ما حطيتكيش معلقه خل. يا لهوي. يلا مش لازم على فكره، الخل ما بيعملهاش حاجه. انت عايزه تبوظيها والله. والله الخل ما بيعمل لها حاجه، عادي. بيعمل لها زي والله محسن عادي. والله. محسن هحط لك ام حسن دلوقتي. ام حسن ذات نفسها احط لك. خلاص بقى يا بنتي، خلصي لسه ورانا عجين تاني. طب يلا وقفي عم اغسل ايدي. احنا عفرنا الصينيه يا جماعه، هي بالدقيق بالعفره. حطت عفرنا الصينيه، عفرناها. حطت زيت يا ولاد، وبعدين استنى. زيت وبعدين دقيق يعني، وعملتها زي ما انتوا بتعملوا الكيكه يا ولاد. يا ولاد بصوا بقى يا ولاد، يا ولاد اقوم حاطه كده. افرضي ان في ناس كبيره بتتفرج. ايه ده كل ده كده كتير على فكره. لا. كتير. الصينيه كبيره. ماشي ماشي، اما شو يا جماعه، انا في العجينه والتسويه ماليش دعوه بس انا حاسه ان هي والله العظيم تقيله. والله. لا حلو، انا دقتها لقيتها حلو. دقتيها يا ما هو الطعم حلو، ما انا عارفه. حطي حته صغيره عشان ما تفرشي تحت انا افضل اعلم فيك الامت. اشغطنا لي بقى. دايما يا ايدي وجعتني.
شكلك ام مش انت اللي عايزه تعمليها مطيجره؟ شكل ام سايباها قسما بالله. والله صعب ايدي وجعتني. تعالي صوري وانا طيجره. لا بصي حطي انت من دي وانا احط من دي. لا والله ما يحصل يا حبيبتي، الرك على مش بيطيجر، الرك على العجينه والتسويه. اشغل احنا بقى والله اطردك من شقتي واشيلك الكيكه دي ارمي عليك الباط. يلا تايجر، ها واخدين بالكم يا جماعه؟ تايجر فرشه كبيره وفرشه صغيره. علي واطي علي واطي. اهم حاجه ان انت تبقى حاطه الصينيه بتاعتك في مكان يا اختي روحي، ده معوجه يا ماما. قولي لي بقى انت هتعدليها ازاي دلوقتي كده؟ ما اعرفش ربنا. بصوا هقوم شقلبها عامله حركه كده اهو، تقوم عامله لوحدها، هي بتفرد نفسها بنفسها اهو. شيلي صبعك اللي انت حاطاه ده اهو يا اختي. يا ايدي يا ايدي، ما تقوليش بقى انت هتجيبي خله سنان ولا هتجيبي حاجه وتقومي فرداها، مالكيش دعوه بيها ولا تجيبي. ماشي يا ستي، انا جيت يمتك. اعملي اهو. شوفي باظت وبيوقع على الارض وعك. مالكيش فيه. انت هتسيقلي المطبخ ده بلسانك دلوقتي. خلصي بس. احنا كنا رايحين يا جماعه نجيب الحاجات دي من عند واحده جارتنا هنا بقاله. قالت لي ايه ده، انتوا هتعملوا كيكه؟ قلت لها بس هنخترع فيها هنجرب. قالت لي خلاص خدوا اعملوا. قلت لها احنا هنجرب عشان لو طلعت وحش. قالت لي لا اعملوا له زي ما تيجي. جربوا لي معاكم. يا سنابيض على التايجر، كان زماني الفرن مولع على فكره والانبوبه هتشطب. ماشي ياما خلاص. ولا عشان مش فرنك؟ مش عايزين نتكلم بقى، من كنت لسه عامله لك قرص من يومين. يا فرحتي غبنا كده. القرص سهله يا حبيبتي. ده انا مولعه الفرن عمال تعمليها بتسويه القرص. اهم حاجه تظبيط الحاجه. تظبيط يا سلام يا سلام. هاتيني يا بنتي كده شيف وربنا. شيف وحته عاليه وحته واطيه. حته يا بنتي يا جاموسه، ما انا هوريكي دلوقتي احنا هنعمل ايه. حته فيها كتير والحته التانيه ما راحش يمتها اصلا اللي احسن. خلاص بقى والنبي ما تلحقتيش في الطبق كده، احنا لسه هنعجن احنا كمان. خلاص من على فكره هناخد يا جماعه، احنا صورنا لكم واحده اهيت، مش هنصور الباقي بقى. لا وربنا، ده انا هصور لك بتاعتك انت كمان. لا مش هصور بتاعتي. جماعه اعمل لكم انا هعمل كيلو، اعمل نص شاتو ونص كيكه، ولا اعمل كيكه تايجر زي ما هي عامله كده؟ ما تتغشيش بقى. لا انا لو لقيتها حلوه هعمل. واحنا بنجرب في دي يا جماعه. هعمل لجارتي برضو هي التانية، واشوف الاثنين اللي هي اللي هتطلع حلوه واعمل زيهم عشان ابقى ايه ما اتغشيتش انا، عشان اللي ابقى مكلفه على كله واتغش. لا مش مكلفه على كله بقى، عشان مكلفه يا جماعه يعني مش انا اللي دافع الحاجات زي ما هي بتقول مكلفه، يعني انا اللي بعمل يعني التكلفه. يعني انت اللي جايبه الحاجات. لا خلاص يا بنتي بقى، انت ما بتقعدوش تعملي في الطبق. ده انا حتى جايبه الحاجات من عند ام زياد حبيبه قلبي. شكوك قالت لنا طالما بتاخدوا الحاجه شكوك اعملوا لي معاها. عماله تقول لي ارمي يلا بقى في الحوض بقى خلصي. هي يا جماعه ديت بقى التايجر المطيجره المسيطره. الفن باظ، الفن والانبوبه خلصت. عماله تقول لي تعالي نعمل كيكه. اقول لها يا بنتي ده البيض بكام جبنا شكوك والله العظيم. والدقيق يا بنتي اسكتي ما تفضحناش. والله العظيم جبنا شكوك. من موقعنا هذا يا ام زياد، هاتي يا بنتي عليا كده وانا بشكرك. من موقعنا هذا يا ام زياد بشكرك وبقول لك كتر خيرك يا اللي شايلانا في المواقف اللي الصعب زي دي. معانا فلوس ما معناش فلوس بناكل كيك. من عند ام زياد والله العظيم. اي حاجه من عند ام زياد. خلاص يا دري، هو الفيديو النهارده برعايه ام زياد. واحنا هنعمل لها اعلان على الدكان. كلموا يا جماعه الاشراف. اروق كده جنبي اهو عشان ما تقعدش بس ايه. يا سلام الانبوبه خلصت. استني يا بنت اما اقول لهم يا بيه. بصي الانبوبه خلصت يا بنت استني. بصوا يا بنت التجار ولا بصوا يعني كوز قزح يا ولاد. قسما بالله طلع كوز قزح. جوز دلان. بصوا قسما بالله طلع. اروح بقى احطها في الفرن بقى. بوس ايدي. ولا يلا روح حطها في الفرن. يلا شيليني وانا رايحه اوديها في الفرن. شيليني ايه صوري. بتقول لي يا جماعه شيليني. تعالي يا اختي. الله وربنا عسل. الله ينور عليكي. الله ينور عليا وعلى التاجر اللي حواليا. الفرن قدام باب الشقه. هم فاتحين. الله بصوا يا ولاد في النور يا ولاد. ما تيجي نبروزها والله بدل ما نسويها نبروزها. وربنا عايزه تتبروز. طب يلا يا حبيبتي. طب يلا استرها يا رب.
انت ادي الشروقه بتتولعش. امسك الشروقه بتتولعش. في والله. شروقه واحده. لا والله بتتولع. بغسل مواعين اهو، ربنا على الظالم والمفتري. يعني انت عايزه تطلعي تعملي عندي وتبوظي لي الدنيا وتنزلي كمان وتسيبيني؟ لا يا جماعه ما تقلقوش اهو عشان بصوا ما ترجعش تقول لها جميله عليا ولا ليها حاجه. اهو اللي بوظته بغسله منها لله. دلوقتي بقى يا جماعه هي هتعمل الشاتوه لها، هي هتعمل جاتوه شاتوه. قولي لنا بقى شيف هدير المقادير. انا دخلت كوبايه الدقيق اهو. كوبايه الدقيق يا جماعه زي الكوبايه دي كده، زي كوبايه اللبن، زي السكر. كوبايه واحده بس. كوبايه الزيت اهي في الخلاط. واحط السكر واحط اللبن، كل ده في الخلاط. الفانيليا. وهضرب كل ده. الكاكاو بقى مش عياري، يعني انت تحط لحد ما يبقى ايه القوام تقيل معاك. لازم يبقى القوام تقيل معاكي كده. وطبعا هتحط فانيليا. الفانيليا بس هتتحط مع البيض بقى اما تيجي تشيل الخليط اللي في الخلاط. افضي اهو حبه عشان الزواق. ده اللي بيبقى على الوش. قبل ما احط البيض باخد الحبه دول. هتحط بقى البيض على بقيه الخليط التانية. خدت كوبايه اهيت عشان الكوبايه دي اللي هتبقى على الوش. تمام. وهتحط بقى البيض في بقيه الخليط اللي هي سايباه. قولهم حاجه يا حاج. ما انت بتشرحي اهو. حط الفانيليا. معلش الخلاط بتاعها اوكي. الخلاط مش عقيم، الكاكاو اللي بيبقى تقيل. حطت الخليط كله على كوبايه الدقيق. كوبايه الدقيق هتحط عليها بيكنج باودر برضو، بتنخله مع الدقيق يعني. النهارده قلت لكم الفيديو برعايه هدير، وهي لها حريه التصرف في الشاتوه اللي هي بتعمله. هنعمل فيها النهارده معلقين بقى. عفرت برضو الصينيه بالدقيق والزيت. محدش يقول بقى بتعمل كل حاجه بايديها ومش عارفه ايه وكده يعني. انا ما عنديش المعلقه اللي هي السيليكون دي، فعشان كده بعمل بايدي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقفلي بقى احسن هتعمل. عايزين بقى نطفي من تحت. ما تطفيش بقى، ممكن نوطي يعني. دلوقتي احنا قاعدين قدام الفرن اهو مستنيين التحدي. انا قلت لكم لو طلعت حلوه هي اللي هتتعاقب. هشربها خل بملح. ده على اساس ان انت بقى هتتبليني بقى. المهم يعني بقى لي ساعتين قاعده هنا وقال مهان عليها تديني اوعى تعمل لنا شاي ولا اي حاجه. وطلعت يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا بنتي يا بنتي ما شاء الله. بصل لكم على حاجه قبل ما هي تيجي. الجنب ده عالي شويه والجنب ده واطي شويه. ده عيب فرن بقى.
انما هي ما شاء الله عسل 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 عسل. هي تحط بقى ايه الكيكه التانية اللي هي عملتها ليها اهي. ما تجيبي سكينه بقى اما اختبرها بقى. شوف التايجر تايجر لسه بقى نقطعها ونشوف ايه هي هتعمل ايه. هتبقى شكلها تايجر من جوه ولا هيبقى نظامها عامل ازاي. بس هي ما شاء الله يعني حلوه اهي. الله اكبر علينا. طلعت حلوه يا جماعه ايه؟ لا لسه العبره بالنهايه يا حبيبتي اما نقطعها ونشوف. روحي بقى هاتيلي سكين. نعم نعم يا ماما ايه. زين طلع عصفور ودخل في البرميل مش عارفين نطلعه. هنقطع بقى يا ولاد ما شاء الله الله اكبر علشان نشوف الكيكه التايجر. الكيكه الاسفنجيه. صنع ايديا وحياة عيني. العيال شمت الريحه طلعوا يجروا. بس على فكره احنا بنقطعها وهي سخنه. انا مش عارفه اشيلها ازاي. ما عندكيش شياله يا اختي؟ على فكره انت مقطعه الخرطه كبيره قوي. المفروض تتقسم 2. يا ماما عمالين يكونوا يكونوا. يتكلموا. انا عايزه اطلعها دي بحاجه. كمان عايزه تقطع ودي. يا اختي بس هم عايزين نطلعها بحاجه. طيب والله عادي بالسكينة. طلعها عادي يا بنتي لسه سخنه. لا لسه سخنه. وقفي بقى عشان هي لسه سخنه كده يا ولاد. بقى بعد ما الكيكه بردت اهيت وقطعناها الوقت ده صراحه انا كنت خلاص همشي اروح الغيط عشان كان خلاص الوقت يعني عدى. هي طلعت بقى الشاتوه زي ما انتم شايفين اهو. هتبتدي بقى تحط الخليط اللي كانت سايباه في التلاجة على الوش كده عشان تزوقه. وطبعا في المرحله ديت ممكن تزوقها باي حاجه عندك مفيش اي مشكله. ممكن تحطي بعد ما تبرد كده تحطي تزوقها بكريمه برضو او ممكن تحطي عليها فرماسيلا شوكولاته اي شكل عندك اي حاجه عايزه تزوقها بيه يعني. ممكن كمان تطلعيه الشاتو دوت وتقسمي الشاتو ده طبقتين وتحطي مثلا كريمه في النص وكريمه على الوش وتشكلي زي ما انت عايز. مفيش اي فرق خالص. المهم بقى زي ما انت شايفين هتحط الخليط اهوت وهتسيبه كده بقى. كان يعني يعتبر خلاص كانت خلصت او مثلا لسه في حاجه في الفرن بقى هي هتطلعها. كانت تتعامل هي بقى. انا سبتها ان هي تتعامل وانا مشيت زي ما قلت لكم. طبعا الحاجات دي كانت عايزه رواقه وعايزه ان انت تفضلي براحتك. عايزه ان انت تفضلي بقى يعني قاعده براحتك ما وراكيش حاجه. انا ما انتوا عارفين اللي ورايا بقى. طبعا قلت لها لا يا هدير انا همشي انا وانت اتعاملي انت بقى وصوري وشوفي انت هتكملي ازاي. كملي زي ما انتوا شايفين الشوكولاته بقى تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه. ودي بتبقى طعمها احلى كمان من الكيكه العاديه او من الكيكه البرتقاني يعني عامه. والمهم بقى يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ويكون دمنا خفيف على قلوبكم ونكون يعني بنبسط لكم الدنيا كده يعني سهله. الحياه سهله مش محتاجه بتقول لكم ما تنسوش اللايك. مش محتاجه ان احنا نعقد الامور ونعقد الدنيا. الحكايه سهله زي ما انتم شايفين اهو. اعملي وجربي وبوظي ويعني ما تخليش العيال في نفسهم حاجه ولا انت في نفسك حاجه. باظت معاكي المره دي المره الجايه تعرفي انت كان ايه الغلط مش هتعمليه تاني. ويا ستي يعني التكرار بيعلم الشطار. يا رب يكون الفيديو النهارده سهل وخفيف ودمه خفيف وحلو كده عليكم. وما تنسوناش في تعليقات واكتبوا لنا محتاجين هدير تطلع تاني معاكم في الفيديوهات ولا لا زي ما هي بتقول. وما تنسوش يا جماعه زي ما هي قالت اعملوا لايك عشان شقتي عشان انا في شقتي. يا رب يكون الفيديو النهارده بسيط عليكم. ومعلش ان انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات بس كان عندي مشكله في النت وعبال بقى ما صلحنا النت وظبطنا الدنيا ورجعنا لكم تاني. استنونا في فيديوهات تانية وما تنسوناش تعملوا لنا لايك يا جماعه عشان اللايك بيرفع الفيديو ويخلي اكبر عدد من الناس يشوفوه. ده منظر الشاتوه في الاخر ويا رب تجربوه يبقى سهل عندكم وسهل عليكم. ومش عارفه اقول لكم ايه يا ولاد. بشكر اي حد بيتفرج ويا ريت اللي وصل لحد هنا
يصلي على النبي في الكومنتات ويدعي لنا دعوة حلوة كده.